السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعين الكرام متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنشوف توقعات برج الحوت بتاريخ 27/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي اعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج الحوت. على الصعيد العام، النهارده يا حوت طاقتك هادية من بره، لكن جواك شغل كتير بيحصل. في إحساس إنك واقف في منطقة وسط، لا مستعجل ولا بترجع، بتراقب المشهد أكتر ما بتشارك فيه، وده في حد ذاته قوة، لأن اليوم ده مش يوم اندفاع، ده يوم فهم ويوم التقاط إشارات صغيرة بس مؤثر جدا. كمان في وعي داخلي بيزيد، وكأنك بدأت تفهم وبتقول ليه حاجات حصلت قبل كده، وليه ناس اختفت، وليه مواقف اتقفلت فجأة. النهاردة مش يوم إجابات صريحة يا حوت من الناس كلها، ده يوم إجابات جاية من إحساسك وحدثك، وإحساس داخلي بيقولك أيوة كده الصورة وضحت. ممكن تحس إنك مش عايز كلام كتير ولا دوشة ولا احتجاج زيادة، عايز تميل للعزلة الخفية أو إنك تقلل الكلام، وده مفيد ليك النهاردة. أي قرار هتاخده بهدوء هيكون أصح بكتير من قرار متاخد تحت ضغط أو استعجال. في طاقة حماية حواليك يا حوت، حتى لو انت مش شايفها بشكل مباشر. حاجات كانت ممكن تعقد يومك او تتأجل او تبعد، وكأن في ايد خفية بتقولك يا حوت سيب النهاردة في حاله. فلو حسيت ان في موضوع اتقفل او اتأجل ما تزعلش، وده في صالحك. كمان اليوم ده مناسب انك تسمع اكتر ما تتكلم، وتلاحظ اكتر ما تحكم، وتسيب بعض الاسئلة من غير اجابة مؤقتة. مش كل حاجة لازم تتفهم في نفس اللحظة، وبعض الحقائق بتبان لما نسكت شوية. رسالة اليوم ليك واضحة يا حوت، وبتقولك ثق في نفسك وما تستعجلش المواجهة، وما تضغطش على نفسك علشان تفسر كل حاجة دلوقتي. في طاقة هدوء ووعي وحماية، واليوم ده بيمر بسلام لو مشيت مع الإيقاع ده يا حوت. أما على الصعيد العملي، النهاردة في طاقة بداية ذهنية قوية جدا يا حوت، حتى لو الواقع لسه ما اتحركش بشكل واضح. كمان في فكرة أو قرار أو نية جديدة بتتكون جواك، ويمكن تكون الفكرة دي لسه ما اتقالتش لحد، بس تأثيرها كبير. اليوم مناسب إنك تعيد ترتيب أولوياتك المهنية وتشوف أنت عايز إيه فعلا، مش إيه المفروض تعمله. في طاقة وضوح جاية بعد فترة لخبطة، حاجات كانت معلقة أو مش مفهومة وبدأت تفك واحدة واحدة. ويمكن تكتشف إن المشكلة ما كانتش في الشغل نفسه، لكن في طريقة تفكيرك أو زاوية رؤيتك للأمور. النهاردة عقلك حاضر وسريع وقادر يربط التفاصيل الصغيرة ببعضها. لو في حوار في الشغل أو اجتماع أو كلام مع شخص له سلطة أو تأثير، حاول تكون واضح وبسيط، مش محتاج تبرر كتير ولا تشرح زيادة عن اللزوم. الكلمة الصح في الوقت الصح هتفرق جدا النهاردة، وأي تردد ممكن يضيع فرصة حلوة. كمان في احتمال لقرار حاسم أو قطع مع أسلوب قديم، أو بداية طريقة جديدة في التعامل، أو وضع حدود واضحة في الشغل. الطاقة بتقولك يا حود إنك مش لازم ترضي كل الناس، ولا تمشي عكس إحساسك علشان ترضي حد. النهاردة مناسب إنك تقول لأ لو محتاج تقولها، ومناسب إنك تقول أنا جاهز لو حاسس إن الوقت جه. كمان لو بتدور على شغل أو مستني رد أو بتفكر في خطوة جديدة، اليوم بيدعمك ذهنيا، بس التنفيذ ممكن يحتاج صبر شوية. الفكرة اتولدت يا حوت، بس التطبيق هيجي على مراحل مش مرة واحدة. في تحذير بسيط، بلاش تدخل في جدال حاد أو صراع مباشر حتى لو أنت على حق. استخدم العقل أكتر من الحدة، والهدوء أكتر من العصبية. مكسبك الحقيقي النهاردة يا حوت إنك تطلع بأفضل قرار، مش إنك تثبت إنك صح. رسالة الصعيد العاملي ليك النهاردة بتقولك فكر بوضوح واختار كلامك، وخد خطوة عقلانية حتى لو كانت صغيرة. الصغير النهاردة ممكن يبقى كبير جدا قدام. أما على الصعيد المالي، النهاردة في طاقة تحسن مالي جاية بعد فترة، إحساس فيها إن الدنيا واقفة أو ماشية بالعافية. في حركة بطيئة لكن ثابتة، وكأن الفلوس مش بتدخل فجأة لكنها بترجع تمشي في مسارها الطبيعي خطوة خطوة. لو كنت حاسس إنك شايل هم مادي أو مقلق من التزامات، الطاقة بتقولك يا حوت إن في انفراجة قريب، بس مش بالصورة اللي كنت متخيلها. كمان في احتمال لاسترداد حق أو وصول مبلغ كنت فاقد الأمل فيه، أو نتيجة تعب قديمة كنت فاكرها ضايعة. المال هنا يحوط مرتبط بالانتقال من مرحلة لمرحلة،
يعني ممكن تسيب أسلوب صرف أو إدارة قديمة وتدخل في طريقة أهدى وأكثر أمان، ومفيش تهور ومفيش مخاطرة، كل حاجة محسوبة. لو في التزامات مالية، اليوم مناسب لإعادة الترتيب مش للضغط على نفسك. بلاش تحاول تلم كل حاجة مرة واحدة، قسم ونظم وخلي عندك صبر. أي استعجال النهاردة يحوط ممكن يسبب لخبطة أكتر من إنه يحل المشكلة. كمان في طاقة مساعدة أو دعم جاية، ممكن من شخص أو من فرصة جانبية أو حتى من قرار كنت مأجله. الدعم ده مش شرط يكون مبلغ كبير، لكن هيخليك تحس إنك مش لوحدك، والحمل اللي كنت شايله أخف مما كنت متصور. كمان لو بتفكر في شراء أو بيع أو خطوة مالية جديدة، الطاقة بتنصحك يا حوت تختار الوقت الصح، مش بس العرض الصح. في حاجات محتاجة تأجيل بسيط، لو استعجلت فيها ممكن تندم. النهاردة اسمع إحساسك، لأن إحساسك المالي أقوى من أي حسابات منطقية. تحذير بسيط يا حود: بلاش تعتمد على وعود أو كلام غير موثوق، خليك في المضمون وخليك قريب من الأرض. أي حاجة سريعة قوية أو سهلة قوية مش مناسبة لطاقة اليوم. رسالة الصعيد المالي ليك النهاردة يا حود بتقولك الفلوس بترجع لك بهدوء، الخير جاي من طريق هادي، والاستقرار المالي بيتبني بالصبر مش بالاستعجال. انت في مرحلة انتقال مش نقص، مرحلة عبور. أما على الصعيد العاطفي، النهاردة الطاقة العاطفية بتتكلم عن الأمان واستقرار وإحساس داخلي إن العلاقة اللي في قلبك مش نزوة ولا لحظة، دي حاجة ليها جذور، حتى لو كانت في صمت أو هدوء زيادة عن اللزوم أو بطء في التفاعل. القلب مطمن أكتر مما العقل متخيل. في حب موجود، بس الحب ده مش صاخب، هو حب واقف على أرض ثابتة. لو في علاقة حالية يا حوت، الطاقة بتقولك إن الطرفين بيفكروا في المستقبل أكتر من الكلام اليومي. يمكن مفيش رسائل كتير أو تعبير مباشر، لكن في إحساس إنك موجود ومكمل. العلاقة محتاجة صبر وهدوء وبعد عن الشكوك اللي ملهوش أساس. كمان أي خوف داخلي النهاردة مصدره تجارب قديمة مش الواقع الحالي. ولو في بعد أو انفصال أو مسافة، فالقلب لسه شايل مكان ثابت للشخص ده. الطاقة هنا بتقول إن المشاعر مش بتتبدد، لكنها بتستنى. كمان في طاقة رجوع تدريجي أو إعادة بناء علاقة بشكل أوضح وأهدى وأقرب للاستقرار الحقيقي. مش عودة سريعة، لكن عودة على أساس قوي. ولو عازب يحوط، فاليوم بيكشف إنك مش بتدور على أي علاقة والسلام، أنت بتدور على شخص تحس معاه بالأمان وبالبيت وبالطمأنينة. في رفض داخلي لأي حاجة مؤقتة أو ناقصة لقلبك، عايز حاجة تعيش مش حاجة تعدي. في رسالة حب مهمة في طاقة اليوم يا حوت بتقولك الحب الحقيقي مش دايما كلام، مش دايما شوق ظاهر، أحيانا بيبقى التزام صامت وإحساس إن الشخص ده مكاني. نصيحة اليوم عاطفيا: بلاش تضغط وبلاش تستعجل ردود أو وعود، سيب العلاقة تمشي على طبيعتها. اللي مبني على أساس هادي عمره أطول وأصدق. كمان تحذير بسيط يا حوت: لو حسيت بالغيرة أو القلق، اسأل نفسك الأول، هل ده إحساس حالي ولا جرح قديم بيتكلم؟ كمان رسالة الصعيد العاطفي بتقولك يا حوت الحب موجود والنية صافية والطريق صحيح حتى لو كان بطيء. أما على الصعيد الصحي، النهاردة الصحة مرتبطة بالتوازن يا حوت أكتر من أي حاجة تانية. في إحساس إن الجسم محتاج اهتمام بسيط لكن بنظام، مش علاج طارئي ولا قلق مبالغ فيه. لو كنت هامل نفسك الفترة اللي فاتت، الطاقة بتقولك إن الوقت جه إنك ترجع تسمع لجسمك بهدوء وتديله حقه من الراحة والنظام. كمان في تحسن تدريجي ملحوظ حتى لو مش واضح أوي من أول يوم. التعب اللي كنت حاسس بيه ممكن يكون سببه ضغط نفسي أو إجهاد ذهني أكتر من كونه مشكلة عضوية. كل ما تهدى وتقلل التوتر، كل ما جسمك يستجيب بسرعة أكبر. الراحة النهاردة علاج، والنوم كويس فارق. لو في آلام خفيفة أو أعراض متكررة، الطاقة بتشير إنها محتاجة تنظيم مش إهمال. شراب المية أكتر وأكل متوازن والبعد عن العشوائية هيخلوا فرق كبير. كمان أي حاجة بسيطة تعملها لنفسك النهاردة هتجيب نتيجة أسرع مما تتوقع. في طاقة دعم صحي جاية، ممكن تكون نصيحة من شخص أو إحساس داخلي يخليك تغير عادة غلط. اسمع الإحساس ده لأنه صادق. جسمك بيبعت إشارات وإنت محتاج تترجمها مش تتجاهلها. كمان نقطة مهمة يا حوت: الصحة النهاردة مرتبطة بالعلاقة والجو المحيط. لو في ناس حوالين منك بيستفزوك نفسيا، ده بيأثر عليك.
حاول تقلل الاحتكاك وتختار هدوء لأن ده جزء من العلاج. رسالة الصحة بتقولك اهتم بنفسك من غير قسوة، نظم حياتك من غير شد، وخلي التوازن أسلوب مش قرار مؤقت. جسمك معاك بس مستني منك تسمعه. أما على الصعيد الدراسي، النهاردة طاقتك الدراسية مرتبطة بالاكتشاف مش بالحفظ، بالفهم مش بالتكرار. في إحساس إنك واقف قدام مرحلة جديدة في طريقة تفكيرك يا حوت، حتى لو نفس المادة ونفس المنهج. عقلك مستعد يستقبل المعلومات بشكل أعمق، بس بشرط إنك تسيب العجلة وتدي نفسك فرصة تفهم بهدوء. كمان في ميول واضح للتعلم من التجربة، يعني كل حاجة تطبقها أو تشوفها بعينك هتثبت أكتر من 1000 كلمة تقرأها. لو في مشروع أو بحث أو تدريب أو حتى مراجعة، حاول تخليها عملية بقدر الإمكان. كمان الطاقة بتقولك إنك لما تشوف النتيجة بنفسك يا حوت، ثقتك هتزيد ومجهودك هيبقى له طعم. كمان النهاردة مناسب تبدأ حاجة جديدة دراسيا، حتى لو بسيطة، فكرة أو كورس أو مادة كنت مأجلها أو مهارة حابب تطورها. البداية ممكن تبقى هادية بس ثابتة، ما تستتقلش بخطوة صغيرة لأنها ممكن تفتح لك باب أكتر مما تتخيل. ولو كنت حاسس بفقدان شغف أو ملل في المذاكرة، الطاقة بتقولك إن السبب مش فيك، السبب إنك محتاج تغير الأسلوب. نفس المحتوى لكن بطريقة مختلفة هيخلي دماغك يصحى. جرب مكان جديد أو وقت مختلف أو طريقة شرح أبسط. كمان في طاقة تشجيع جاية من شخص ممكن يكون معلم أو صديق أو حتى إحساس داخلي يخليك تقول أنا قادر أكمل. خد الإشارة دي بجدية لأنها صادقة يا حوت. رسالة الصعيد الدراسي بتقولك يا حوت اتعلم بإحساس وافهم قبل ما تحفظ، وخلي المعرفة تجربة مش عبء. انت في مرحلة بناء، وكل حاجة بتعملها دلوقتي هتطلع ثمرتها قدام. ودي كانت توقعاتك يا حوت. انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.